الناس بتتجوز ليه من وجهة نظرك؟ عشان يبقى يعني ونس، حب، احتواء، سكينة. بيكملوا نص دينهم في الآخر. طب ليه مؤخرا بقينا نشوف انه يعني زمان نسبة الطلاق كانت قليلة جدا، يعني ما كنتش تلاقي اتنين متطلقين، دي كانت حاجة غريبة. النهارده بقينا نشوفها كتير وفي اعمار صغيرة جدا وفي مدد قليلة جدا. تفتكري ايه اللي حصل؟ والله نقدر نقول ان السوشيال ميديا واطلاع كتير وقرايه كتير، وما بقاش فيه وقت للحميميه والاسره تتجمع، ما بقاش في وقت. بقت كل واحد ماسك قاعد على النت يقرا ويشوف ويطلع ويخش يكتب كومنتات ويعمل حاجات، ما بقاش في حد فاضل التاني. فتبص تلاقي ما فيش الحميميه، بالاضافه ان يعني حاجات بتبقى هو مش هقدر اتكلم اكتر من كده يعني بالنسبه التطور بتاع العصر. التطور بتاع العصر عمل ما بيننا وما بين بعض مسافة. فرق تخش تلاقي الأسرة هم 6 انفار أو 5، كل واحد ماسك الموبايل وخلاص شكرا. التاني يقول له النبي هات لي حاجة كذا، يقول له طب ما المطبخ اهو عندك، طب هي ما تروح المطبخ اهو وتجيب لنفسك. شايفة ان مشغولين بالنت، بالتكنولوجيا، بالتطور الطبيعي للحياة.